مساء الخير يا جماعة. أنا النهاردة عايز أتكلم معاكم في موضوع غاية في الأهمية، موضوع الاستثمار الخارجي، سواء عن طريق الدول العربية أو الأجنبية. الموضوع ده يا جماعة مش سهل، الموضوع ده صعب جدا، والدولة بتبذل فيه مجهود جامد جدا، لأن لازم نفرق ما بين الاستثمار والاستيطان. الاستثمار معناه إن بيجي رأس المال بيدخل معاك لما بتكون ظروف الاستثمار عندك في بلدك كويسة، وتكون البيئة الاستثمارية بتاعته والمناخ الاستثماري مشجع على إن هو يطور أعماله عندك، وبيجي يخش معاك شريك او بياخد فتره حق انتفاع لجزء لمنطقه بتخصصها له يشتغل فيها، سواء مدن صناعيه او سواحل او مدن بحد ذاتها بيدخل كشريك استراتيجي يبنيها لك. الكلام ده كله هو نوع من انواع الاستثمار الجيد اللي بيقوي اقتصاد الدوله، وبيكون صعب جدا ان انت تحصل عليه على فكرة، لان زي ما بيقولوا رأس المال جبان، بيقعد يدرس وبيشوف ايه المحاور اللي ممكن يدخل فيها وازاي يقدر يكسب ويطور من نشاطه عندك، وبيبقى ملتزم سياسيا واقتصاديا ومتمسك جدا بيك لانه بيشتغل على ارضك ويهمه سلام ارضك عشان سلامة فلوسه. ده مفهوم مختلف تماما عن مفهوم مثلا دخول الفلسطينيين لأرض سيناء. ونفس الإدارة اللي هي بتسعى وبتجري ورا إن هي تجلب استثمار خارجي يجي يعمل عندنا مشاريع وكده، هي نفسها الإدارة اللي رافضة دخول الفلسطينيين للأراضي المصرية، لأن المفهوم مختلف هنا يا جماعة. إحنا هنا بننقل الفلسطينيين للأراضي المصرية في سيناء، وده بيبقى تخلي أو بيبقى تنازل عن جزء من قطعة أرض من مصر يعيشوا فيها ويستبدلوها، يستخدموها وطن بديل. وفي النهاية بعد كده بينتقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على الأراضي المصرية. نمرة اتنين، بيقضي تماما على هذا الحل، يقضي تماما على القضية الفلسطينية ويكتب لها إنها تنتهي تماما، لأنهم كده هيبقى فقدوا أرضهم بالكامل، وهيبدأ مشاكل من نوع اخرى، ان هم هيبتدوا الفلسطينيين اخواتنا الفلسطينيين يحاربوا على الحته الصغيره اللي خدوها منك دي، انها دي ارضهم، ويبتدوا يوجهوا منها ضربات للدوله الاسرائيليه، وتخش في نزاع ملوش لازمه. عشان كده القياده السياسيه هي ما عند... هي طبعا هم فوق دماغنا ان هم يجوا يقعدوا في بلدنا ضيوف اعزاء، بس هي خايفه من هذا السيناريو، ان السيناريو ده مختلف تماما عن سيناريو ايجاد مستثمر استراتيجي او جلب مستثمر سواء أجنبي أو عربي من أي دولة من دول العالم للاستثمار في البلد والتعاون معنا. ده أتمنى أن تكون وجهة نظري وصلت لكم في المفهومين. وإحنا طبعا الناحية الرومانسية أو ناحية حبنا لفلسطين دي مفيش جدل عليها في المجتمع المصري، بس لازم نفرق ما بين مستثمر وما بين قضية سياسية محتاجة حل.